السلام عليكم. فما قانون في تونس في المجلة الجزائية، ألا وهو قانون هضم عون الأمن. يقول لك طبقا للفصل 125 من المجلة الجزائية، يعاقب بالسجن عام وخطية ب120 دينار لكل مواطن يحاول الاعتداء حتى باللفظ، اعتداء اللفظي على عون أمن. أي وكيف عون الأمن يتقاحب على مواطن ويحشيهوله؟ كيفاش؟ وكيف عون الأمن يعتدي بالضرب على متهم في مركز؟ كيفاش؟ شنو برنامجه؟ ولذا يا مواطن يا تونسي، كيف يتقحب عليك أمني ما تسكتلوش، أعطيه الكلاط. ما فماش مواطن يمشي يعتدي، يمشي ديراك ما يلقى ما يعمل يمشي يعتدي على أمني. راه لازم صارت حاجة ولا صارت كا، انت يا أمني مجعول باش تخدم المواطن، ماكش تعمل عليه مزية. كي من هكا يا مواطن يا تونسي، كي تقحب عليك أمني ما تسكتلوش، خاطر ما فما حطيه لك لازم خليله أمارة. نهايته هذا مش نهايته باش تاخذ عام و100 و120 ألف خطي خبول عليهم. خليله أمارة باش يكون عبرة لغيره. أما راهو باش إذا كان بوليس باش يعتدي على مواطن، ومش في بالك ثم قانون يحمي المواطن من البوليسية لا يعتديوا على المواطن، يبطى شوي. ما فماش نهايته باش يعملوا لكم مكافحة وش يعمل فيها يتسكبل. ولذا خذ حقك على البلاصة. اعتدى عليك واحتقرك بوليس، خذ حقك على البلاصة، ما تسكتلوش. شنو عام؟ انت لك سرقت لك اختفت عادي معناها. والقانون هذا الأحمق والأبله يأله البوليس في حد يمثلج ويأله البوليس ويحتقر المواطن. سلام.